من صغري عندي فضول افهم هو الشخص ده مات غرقان ولا هو اتقتل بره ورموه جوه الميه. ازاي الطب الشرعي بيعرف الحاجات دي؟ تعال نشوفها خطوه بخطوه. يعني ايه شخص يموت غرقان اصلا؟ الغرق بالمعنى الحرفي هي عمليه فسيولوجيه كامله بتحصل لما الميه تدخل الرئه مكان الهواء. طبيعي انك تكتم نفسك، بس هتيجي عند لحظه هتلاقي نفسك بتفتح بقك وبتحاول تسحب شويه هواء، بس في الواقع انت تحت الميه، فبتشرب ميه، فالميه تخش الرئه فتملي الرئه، فالرئه دلوقتي امتلأت بالسوائل او بالميه بدل الهواء، فيبقى كده ما عادش فيه اكسجين بيخش جسم الانسان، فالمريض بيخش في حاله من الهيبوكسيا والمخ يبدا يتوقف لان مفيش اكسجين والمخ شغال عليه، فالشخص بيموت. فهمنا الحته دي؟ اوكي. ايه بقى العلامات اللي تقول ان الشخص ده غرق وشرب ميه مش اتقتل واترمى؟ اهم علامه وعلامه مميزه جدا وجود رغاوي حوالين فتحه الفم او الانف لونها ابيض او وردي، انك انت مهما تمسح الرغاوي دي بترجع تاني، مسحها ترجع تاني، وده دلاله قويه جدا ان حصل تنفس حي تحت الميه. طبعا لما بياخدوه يشرحوه هناك ويفتحوا صدره بيلاقوا الرئه مليانه كده بسم الله ما شاء الله كده، ووزنها تقيل وحاجه كده تشرف، وده بسبب ان الرئه مليانه ميه بدل الهواء. الكلام اللي احنا قلناه ده كله كلام جميل، بس فيه اهم وادق اختبار معملي لازم يتعمل لاي جثه جايه من غرق.